المرأة الشابة في بلاغها بأن زوجها المدعو ناجي والبالغ من العمر 55 عاما كان متغيبا عن المنزل منذ يومين تقريبا. أوضحت أميرة في بلاغها أنها رأت زوجها لآخر مرة عندما خرج لعمله في المساء كالعادة، حيث كان الرجل يعمل كسائق عربة توك توك، لكنه لم يعد للمنزل في تلك الليلة وانقطعت كل سبل التواصل معه. في صباح اليوم التالي جالت أميرة في الشوارع بحثا عن زوجها المفقود ولم تعثر له على أي أثر، لكنها استطاعت العثور على التوك توك الخاص به مركونا في شارع جانبي لا يبعد كثيرا عن منزلهم. تم استدعاء أميرة إلى المشرحة للتعرف على الجثة. كانت الصدمة حادة وقاطعة. الجثة تعود بالفعل لزوجها ناجي، أكدت ذلك وهي تبكي بشكل هستيري. قالت إنه كان رجلا بسيطا يعمل طوال الليل لتوفير احتياجات المنزل، وإنه لم يسبق له أن تشاجر مع أحد. بدأت التحريات تأخذ منحا جديدا. رجال البحث الجنائي سألوا عن طبيعة علاقة ناجي بالناس من حوله، وتبين أنه معروف بالطيبة والاجتهاد ولم يكن له أي عداوات. كما تبين أن زوجته أميرة معروفة بحسن السيرة، لا يثير سلوكها أي شبهات بين الجيران. بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في موقع الحادث، لجأ رجال الأمن إلى استجواب السكان القاطنين بالقرب من المصرف الصحي الذي تم العثور على الجثة فيه. وسرعان ما استرعى أحد شهود العيان انتباه المحققين بعد أن أخبرهم أنه شهد لحظة التخلص من جثة الضحية في ذلك المكان. أوضح الرجل في حديثه مع المحققين بأنه كان يدخن سيجارة في شرفته قبل الفجر عندما فوجئ بسيارة تاكسي بلا لوحات تتوقف بالقرب من منزله، وسرعان ما ترجل منها 3 أشخاص يحملون غطاء قماشيا سميكا ويلقون به داخل مأسورة الصرف الصحي. في البداية ظن الرجل أن هذا الغطاء يحوي قمامة أو بقايا بناء، لكن عندما علم بالأنباء فطن لأنه كان شاهدا على تخلص الجناة من جثة الضحية. لجأ المحققون للاستعانة برسام جنائي يساعدهم على ترجمة المواصفات التي أدلى بها الشاهد على الورق وتحويلها إلى رسومات تقريبية للرجال ال3 الذين تعاونوا على حمل جثة ناجي والتخلص منها في المصرف الصحي. وما إن أصبحت تلك الرسومات جاهزة حتى بدأ المحققون في عرضها على ذوي الضحية وأهالي المنطقة على أمل أن يتمكن أحد من التعرف عليهم. بدورها أنكرت زوجة الضحية أميرة أي معرفة لها بأي من الرجال ال3، على الرغم من أن إحدى جاراتها استطاعت التعرف على أحدهم على الفور، مشيرة إلى أن ذلك الشخص كان مقربا للغاية من ناجي وأسرته. كان ذلك الشخص يدعى هاني ويعمل كمدرس في إحدى المدارس المتواجدة في المنطقة، كما أنه كان يملك مركزه التعليمي الخاص والذي يعمل بشكل رئيسي في الدروس الخصوصية المرتفعة السعر. وعلى الرغم من ذلك فقد كان هاني يتطوع لتدريس أبناء ناجي في منزلهم، وذلك نظرا لعلاقته الخاصة مع تلك العائلة. بالنسبة للمحققين كان من الغريب ألا تتمكن أميرة من تمييز ملامح شخص مقرب من أسرتها بهذه الطريقة، فيما استطاعت جارتها التعرف عليه على الفور. كانت هذه التفصيلة كافية لجعل الزوجة محور شكوك واهتمام المحققين، خصوصا بعدما علموا من بعض الجيران أن هاني كان عادة ما يزور المنزل في أوقات متأخرة من المساء عندما يكون ناجي متغيبا في عمله. على إثر هذه التطورات تم استدعاء أميرة للاستجواب من جديد في مركز الشرطة، وهذه المرة حصرها المحققون بكل المعلومات المستجدة لديهم، وهو ما أضعف قدرتها على الإنكار والجحود لتنهار في نهاية الأمر وتقر بدورها في الجريمة الوحشية التي أودت بحياة زوجها. بدأت أميرة تروي على مسامع المحققين القصة منذ البداية، حيث أوضحت لهم أنها تزوجت ناجي وهي ابنة 19 عاما، بينما كان هو يكبرها ب20 عاما، لكن أهلها أقنعوها به لأنه رجل مجتهد في عمله ولديه طموح.
ويمكنه أن يوفر لها حياة كريمة. وفعلا عاش معا سنوات طويلة وأنجب 3 أطفال، وكان ناجي يعمل ليلا ونهارا لتوفير كل ما يحتاجه البيت. مع الوقت بدأت أميرة تشعر بالضغط والملل، فقد كان ناجي دائم الغياب بسبب ساعات العمل الطويلة، وهي غارقة بين مسؤولية المنزل وتربية الأطفال. وفي عام 2014، أي قبل الجريمة بعام تقريبا، دخل هاني إلى حياتها. كان هاني صديقا قديما لزوجها ويمتلك مركزا تعليميا في المنطقة. اقترح عليه ناجي أن يعطي أبنائه دروسا خصوصية في المنزل، وهكذا أصبح هاني يزورهم ليلا 2 أو 3 أسبوعيا. ومن أول مرة رآها فيها شعر بانجذاب قوي نحوها. لم تكن أميرة تبادله الشعور في البداية، لكنها لاحظت اهتمامه بها وبدأت تستمع لمجاملاته الرقيقة وحديثه عن تعبها وعن أنها تتحمل كل المسؤولية وحدها في غياب زوجها المستمر. ومع الوقت بدأت تشعر بشيء مختلف، ومع تكرار اللقاءات بدأ الحاجز بينهما يتلاشى. بدأ التلميح، ثم تبعه التقرب، ثم اللقاءات المحرمة. لم تكن مجرد نزوة عابرة، بل علاقة استمرت عاما كاملا بشكل يومي تقريبا داخل بيت زوجها وفي غيابه. أصبح هاني هو كل شيء في حياة أميرة. كان يعطيها المال ويساعدها في مشكلاتها ويشعرها بأنها امرأة مرغوبة. في المقابل كانت علاقتهما تتطور من مجرد إعجاب إلى ارتباط نفسي كامل، حتى باتت أميرة لا تتخيل حياتها من دون هاني. لم تكن أميرة تجرؤ على طلب الطلاق من زوجها لأنها كانت تخشى فقدان حضانة أطفالها، وكانت تعلم أن ناجي لن يتنازل عنهم أبدا، كما أنها خافت من الفضيحة ومن غضب المجتمع، فبدأت تفكر في طريقة للتخلص منه نهائيا. في أحد اللقاءات أخبرت هاني بنيتها للتخلص من زوجها، وهو ما أثار صدمة الرجل في البداية ليبدي رفضا قاطعا لتلك الفكرة، لكنه سرعان ما أدرك بأنه كان متيما بها لدرجة تفوق الوصف، وأنه كان مستعدا لفعل أي شيء ليكون برفقتها من جديد. بمجرد أن وافق هاني على فكرة التخلص من ناجي، بدأت أميرة تنسج الخطة بدقة وخبث. لم تكن جريمة انفعالية، بل عملية مدروسة قائمة على مراحل محكمة. اختارت التوقيت بعناية، والمكان والأدوات، بل حتى الأشخاص الذين سينفذون معها الجريمة. أخبرت هاني أنها لا تريد أن يكتشف أي شيء، وأن موت ناجي يجب أن يبدو وكأنه حادث سرقة. وافق هاني وبدأ بدوره في تجهيز الفريق، حيث استعان ب2 من العاملين معه في المركز التعليمي الخاص به، وهما شاب يلقب بأوزع ويبلغ من العمر 18 عاما، وآخر يدعى جاو ويبلغ من العمر 23 عاما. كما لجأ هاني أيضا إلى قريب له يمتلك سيارة تاكسي، وطلب منه أن ينزع لوحات السيارة مؤقتا وأن يساعدهم في مشوار خاص دون أن يسأله عن التفاصيل. اتفق الجميع على أن يراقبوا عودة ناجي من عمله ليلا، كما اعتاد أن يفعل كل يوم في الشارع الجانبي البعيد عن أعين الجيران. وعندما اقترب ناجي من الزقاق هجموا عليه فجأة، حيث انهال أوزع عليه بضربة قوية باستخدام قضيب حديدي على رأسه، فسقط أرضا. وقبل أن يستوعب ما يحدث، كانت الطعنات تتوالى عليه داخل الغطاء السميك الذي لفه حول جسده. عندما تأكدوا أنه فارق الحياة، حملوا الجثة الملفوفة في الغطاء ووضعوها في صندوق التاكسي، ثم تحركوا نحو منطقة نائية بها أعمال إصلاح في الصرف الصحي. وهناك وجدوا مأسورة صرف ضخمة مفتوحة، فألقوا فيها الغطاء الملفوف بالجثة، ظنا منهم أن لا أحد سيعثر عليها على الأقل لفترة طويلة. ثم ركبوا السيارة وغادروا بسرعة. في صباح اليوم التالي أدت أميرة دورها ببراعة، وذلك عندما ذهبت إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغا يفيد بتغيب زوجها.
مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أي شيء عن مصيره. أوضحت أميرة في بلاغها بأنها خرجت للبحث عن زوجها، لكنها لم تعثر سوى على التوك توك الخاص به، لكن الحقيقة هو أن هاني هو من دلها على مكان التوك توك ليساعدها على تثبيت صورة الزوجة المكلومة في أعين المحققين. في اعتراف أميرة الكامل لم يعد هناك شك، تم تحديد هوية شريكيها أوزع وجاو، وتم القبض عليهما سريعا، واعترفا بكل التفاصيل. لم يحاول الإنكار، بل أكد أن هاني هو من جندهم وأغراهم بالمال، وأخبرهم أن الضحية سرق منه المال ويريد فقط تأديبه. أما هاني فقد حاول الفرار، لكنه لم ينجو طويلا، حيث ألقي القبض عليه في نهاية المطاف، وبمجرد مواجهته باعترافات الشركاء انهار بدوره وأقر بما ارتكبه. أعادت الشرطة تمثيل الجريمة خطوة بخطوة، ابتداء من خروج ناجي من منزله إلى لحظة الهجوم عليه ولفه في الغطاء وخنقه وطعنه وحتى التخلص من الجثة. كل شيء صار موثقا، وأمام النيابة توافقت الروايات مع الأدلة المادية والبصمات وشهادة الشاهد والرسوم الجنائية التي كانت البداية. في قاعة المحكمة حضرت أميرة بوجه شاحب شحبته الخيانة أكثر من الندم، وجلست بجوار عشيقها وشركائه في القفص. استمع القاضي إلى الاعترافات، واطلع على نتائج الطب الشرعي وعلى التقرير الفني للرسم الجنائي الذي كان عنصرا حاسما في القضية، بل بفضله تحركت خيوط الجريمة من نقطة الصفر. وبعد جلسات طويلة قررت المحكمة إدانة كل المتهمين بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد. يحكم في النهاية على أميرة وهاني وشركاؤهما بالإعدام شنقا حتى الموت.